المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ينجح في اعتلاء عرش إفريقيا ويتوج بطلا للقارة السمراء بعد منافسات قوية في البطولة الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون. وفاز فراعنة الكيك بوكسينج بالمركز الأول بعدما حققوا 8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية، ليحققوا لقب كأس البطولة وسط منافسة شرسة مع المنتخب الكاميروني أصحاب الأرض حتى اللحظة الأخيرة، الذي احتل المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية. فراعنة الكيك بوكسينج يأملون في حصد المزيد من الميداليات في البطولات القادمة، وهو ما أكد عليه محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري، متعهدا باستمرار تحقيق المزيد من الانتصارات والمكاسب على مستوى البطولات العربية والقارية والدولية التي يشارك فيها الاتحاد من أجل رفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده ل10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. الفقره دي بالتحديد هنتكلم من خلالها عن واحده من الرياضات القتاليه، هي رياضه الكيك بوكسينج، واللي طبعا منتخبنا توج ببطوله افريقيا فيها مؤخرا بعد ما تصدر بعدد الميداليات، وعدى كمان الكاميرون. يعني كان عندنا حوالي 8 ميداليات والكاميرون كان عندها 5 لو انا مش غلطان. على كل الاحوال دي طبعا من ضمن التفاصيل الكثير اللي هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز كابتن محمد صبيح، وهو رئيس اتحاد الكيك بوكسينج. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير. اهلا بيك وسعداء ومتشرفين بوجودك معانا. احنا اكتر والله. مبروك الحاجات الحلوه اللي حصلت مؤخرا. الحمد لله. اكيد ما جاتش بسهوله، والحكايه دي ما اتحققتش برضو يعني ببساطه. 8 ميداليات الرقم صحيح اللي انا 8 ميداليات، 6 ذهب و2 فضه. الحمد لله. الحمد لله. احنا الحمد لله، انت عارف عمر اتحادنا احنا سنه تقريبا، احنا اشهرنا 2020 28 21 يعني اتحاد وليد الى حد الحمد لله، مع ان الرياضه موجوده بشكل ملحوظ. كنت انا في اللقاء مع حضرتك قبل كده شرحت لك ان احنا طبعا عمرنا 20 سنه في الملاعب في مصر، ولكن ما كانش لينا اتحاد، كنا لجان في اتحادات اخرى. ولكن بتوفيق ربنا بقى لينا اتحاد مصري للكيك بوكسينج في ظل القياده الموجوده، في ظل وزير الشباب والرياضه اللي احنا كلنا بنحبه الدكتور اشرف، والقيادات في وزاره الشباب والرياضه الدكتور نادر الطاوي، يعني القيادات الجميله اللي بتساعدنا يبقى لينا كيان، بقى لينا كيان اللي اسمه الاتحاد المصري. اخر كام سنه كمان يعني دايما بنتكلم على ان يعني في اتحادات جديده ظهرت، كان في زمان يعني كان في وقت من الاوقات دمج لرياضات مختلفه محطوطه كلها تحت مظله واحده، لكن دلوقتي بقى في اتحادات نوعيه كمان. اديتنا فرصه نشتغل، اديتنا فرصه نطور كوادرنا. الحمد لله في الوقت القصير ده قدرنا ننشر الرياضه بتاعتنا في كل مصر تقريبا، يعني تقريبا في كل محافظه من محافظات مصر تقريبا، جوه كل مركز شباب، جوه كل نادي، اي ولي امر يقدر يسال في كيك بوكسينج بقى موجود. الكيك بوكسينج الرياضه بتاعتنا الحمد لله بعد انتشارها الكبير دوت في الفتره القصيره دي قدرنا ننتقي منها افضل العناصر. عملنا تصفيات الاختيار للمنتخب القومي، عملنا بعد ما اخترنا لعيبه المنتخب القومي عملنا لهم اكتر من اختبار واثنين وثلاثه. عارف في ظل ظروف كورونا وعدم قدرتنا على مشاركات ولا احتكاك خارجي، كانت اول فرصه لينا للمشاركه واول تجربه لينا في مشاركه دوليه بعد تاسيس الاتحاد هي بطوله افريقيا. يعني ولادنا دي خير استهلاله يعني. الحمد لله. ولادنا الابطال جوه الكاميرون، رئاسه الاتحاد الافريقي جوه الكاميرون، رئيس الاتحاد الافريقي كاميروني. منافسه غير عاديه وبتتصدرها الكاميرون، يعني البلد المضيف. قدرنا الحمد لله نعديهم، وعندنا 6 ميداليات ذهب و2 فضه، ابطال كده مصريين يرفعوا الراس. حاجه جميله. كمان عندنا خطه دوليه كبيره ان شاء الله السنه دي من بعد شهر 7. عندنا البطوله العربيه، عندنا بطوله العالم، عندنا اسلاميك جيمز لو اتعملت في ميعادها، عندنا اكتر من حدث دولي. اسلاميك جيمز اللي هو بطوله التضامن الاسلامي. حدث دي برضو بطوله جديده نسبيا ولا لا عشان الواحد بعيد عن عالم الكيك بوكسينج؟ لا، بطوله مجمعه كده زي اولمبيات مصغره بتجمع عدد كبير من الدول الاسلاميه. هي الدول الاسلاميه بتتنظم بطوله باسمهم. تمام. ان شاء الله احنا يعني عندنا بعد يومين بالظبط، يوم الخميس، خميس جمعه سبت، بطوله الجمهوريه للكيك بوكسينج. بطوله الجمهوريه دي ستيب جديد، مرحله جديده. كل لاعيبه مصر الكبار بيخشوا مع بعض في منافسه. عندنا الموازين كلها المره دي هناخد فيها ابطال، هناخد 2 ابطال في كل وزن، سواء منتخب الرجال او منتخب السيدات من مواليد 2002 فيما اعلى.
ان شاء الله الولاد دول هم اللي هيعدوا للبطولات الدوليه اللي جايه، وان شاء الله نقدر نعمل منهم نتائج ان شاء الله. جميل. طيب برضو يعني فرصه كويسه، يعني كنت بتكلم مع كابتن صبيح قبل ما نطلع على الهواء بدقائق كده، بتكلم على فكره ان في كتير من اولياء الامور اللي ممكن يكون عندهم اطفال طبيعه شخصياتهم انطوائيه نسبيا، هاديين بشكل مبالغ فيه، مسالمين شويه زياده عن اللزوم. فساعات كتير بنسمع حتى بين احاديث الاهالي وبعضيها يعني فكره ان هم بينصحوا بعض دايما ان يخلوا اولادهم يلعبوا رياضه قتاليه، عشان دي هتدعم جواهم حته الثقه بالنفس، هتكسبهم مهارات وطبعا قدرات جسمانيه. فالى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ الى اقصى درجه اقدر اقول الكلام ده مظبوط للاتجاهين. لو حد عنده عنف زايد، لو حد عنده حركه زايده، لو حد عنده طاقه زايده، بيفرغ الطاقه دي في مكانها الصحيح. الله عليك. ولو حد عنده بنحس ان هو كامن شويه، خجول شويه، مش بيقدر يدافع عن نفسه في المواقف المختلفه، برضو الرياضه دي بتساعده. الرياضه دي بتساعده على الاتزان، سواء من الاتجاه ده او من الاتجاه ده، بتخليهم يمشوا في خط افضل. يعني ايه؟ يعني انا بيجي لي لما يكون عندي حد من اولادي والاقيه حاسس شويه ان هو يعني ما بيقدرش يدافع عن نفسه، الرياضه دي هتخليه يثق انه يقدر يدافع عن نفسه. طب ولد شايف ان هو بيضرب كل الولاد، الرياضه دي بتخليه يعرف ان في اقوى منه. فده دور مدربينا في كل مصر، وهم بيقوموا بالدور ده كويس، ان بيقدر يحاول الاتجاه ده وده في اتجاه رياضي سليم. حضرتك عارف ان الرياضه فيها قطاعين كبار، قطاع ممارسه تعالى العب رياضه، بيجوا لنا الولاد يلعبوا رياضه فبتحسن من صحتهم ونفسيتهم. وفي قطاع بطوله، الولد الهادي ده او الولد الشرس ده، الاثنين ممكن يبقوا ابطال واحنا ما نعرفش. صحيح. ويبقى عندهم المقومات دي واحنا ما نعرفش. احنا كدورنا كاداره وكمدربين في مصر وفي لعبه الكيك بوكسنج بالذات، ان احنا وده بدا ينتشر وبدا الاعلام ينشر عنه، وكان في مسلسل في رمضان بيتكلم عن ده، والامر ده معروف في العالم كله، بس كان متاخر شويه في مصر. الكيك بوكسنج رياضه بستخدم فيها ايديا ورجليا، بتخرج معظم طاقاتي، فيها اشكال، فيها اكثر قوه وفيها اشكال اكثر استعراضا شبه الجمباز والباليه، فيها كل حاجه. فبتجيب ابنك انا عايزه يلعب رياضه، هتلاقي كل اللي انت عايزه جوه الرياضه دي. ده الكلام ده يعني لكل محب الرياضه في مصر، وخصوصا الالعاب النزاليه، وعشان كده ده سبب انتشارنا الكبير في الفتره القصيره اللي فاتت. بس هو برضه خلي بال حضرتك من حاجه يا كابتن صبيح، برضه يعني لازم تتاخد في الاعتبار ان اولياء الامور دول بقدر اهتمامهم بتظبيط شخصيه ونفسيه اولادهم، بقدر خوفهم على ان اولادهم يمارسوا رياضه قتاليه من النوع ده، فوارد جدا الواد يرجع لنا البيت وهو مثلا عينه ورمه، مناخيره طايره. يعني فاهم قصدي؟ النوع ده من الامور بيحصل فعلا، لان دي مخاوف مشروعه عند كتير من تعالى نتكلم. انا لحد دلوقتي كلمتك الرياضه في قطاع الممارسه والرياضه في قطاع البطوله وفي رياضات عسكريه. لا نقدر نتكلم ده في الشكل العسكري، لكن لما نتكلم عن الرياضه كرياضه اهم حاجه فيها السيفتي. يعني رقم واحد، احنا بنقول لكل اولياء الامور اللي بيحبوا العاب الدفاع عن النفس، الرياضه بتاعتنا فيها اوقيه كامله. يعني في واقي للراس الهيد جارد، واقي للسنان، جلافز في الايد، شين جارد، واقي للقصبه، واقي تحت الحزام، فالحمايه كامله. واللعبه بتاعتنا مش بشكل واحد، باكتر من شكل. اللي بيحب القوه الزايده موجود في اسلوب قتالي زي اساليب الرينج ستايل، زي الفول كونتاكت او اللو كيك او الكي 1. واللي بيحب الرياضه دي بس مش عايز التحام، في سيمي كونتاكت ولايت كونتاكت من اسمها. هو في مساحه للاختيار اساسا. طبعا والله السيمي واللايت ودي ليها يعني مسابقاتها لوحدها. الله عليك. في السيمي ولايت، يعني سيمي لمس، ولايت يعني ضرب بس من غير باور، ولو زادت القوه اللي الحكم بيوقف وبيدي انذار. فده برضو بياخد قطاع كبير من محبي الرياضات دي. ده كمان غير الجزء الاخر في الرياضه عندنا في التاتامي ستايل، الميوزيكال فورمز، رياضه بتتلعب على الموسيقى بس قتاليه. يعني تلاقي ابنك بيلعب تن 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 بس على موسيقى، فبيخلي معظم الاذواق اللي بتحب الرياضه دفاع عن نفس الجنه كيك بوكس. ده سر قوتنا في الفتره اللي فاتت. فانا بقول لحضرتك وبقول لكل اولياء الامور ولابن حضرتك ولكل اب، هات ابنك يلعب الرياضه دي. الرياضه دي هيلاقي فيها اللي هو عايزه، واحنا مدربينا الحمد لله بنقدر على قد ما نقدر بنحاول نأهلهم انه يتعاملوا نفسيا في الامر ده. مش الهدف الاساسي ان كلهم يبقوا ابطال، بيلعب رياضه، الرياضه دي تخليه اصح. طب لو طلع منهم بطل دورنا. طب هل في متطلبات جسمانيه معينه، عضليه، حد ادنى معين مطلوب من الكتله العضليه عشان نخلي ولادنا يلعبوا الرياضه دي؟ هل في يعني حد ادنى من المواصفات لازم تكون موجوده في الطفل؟ طيب احنا قلنا الرياضه قطاع ممارسه، والرياضه قطاع بطوله، وفي قطاع عسكري جوه الرياضه بتاعتنا. طب القطاع الممارسه، في قطاع الممارسه اي حد يجي يلعب رياضه، ست عجوزه عندها 70 سنه هتلاقي في نماذج في مصر ظهرت في الاعلام راح تلعب كيك بوكسنج. لا والله حاجه و60 سنه بجد والله اللي انا بقوله حقيقي. دي حاجه جميله جدا فعلا. ولد قلبوز ومش عارف يلعب رياضه يروح يلعب كيك بوكسنج. ليه؟ رياضه
كرياضي. بس المدرب فاهم هنا ان دوره حد مش قادر يدافع عن نفسه. ما الاصل في الرياضه دي ان حد مش قادر يدافع عن نفسه عايز يقدر يدافع عن نفسه. فلو قلنا راجل عجوز، لو قلنا راجل قعيد، طب هيقدر يدافع عن نفسه؟ عندنا تدريبات اللي تخليه والحركات اللي تخليه يقدر يدافع عن نفسه. ده قطاع ممارسه. تعالى العب رياضه دفاع عن النفس. لو اتحطيت في اي موقف، لو بنت ماشيه في الشارع، اخر لقاء بيني وبين حضرتك كنا بنتكلم عن ان احنا ظاهره التحرش وازاي الله عليك. فنقدر نخلي البنت اللي هي ممكن في فتره قصيره قوي تتعلم الحركات اللي تدافع بيها عن نفسها. ننقل بقى قطاع بطوله ليه مقومات. في علم كامل اسمه علم الانتقاء الرياضي. ومبدئيا في اوزان بقى. طبعا طبعا بيلعب في اوزان مختلفه. اما القطاع العسكري فده مشروع احنا قدمنا بيه للقوات المسلحه. الرياضه بتاعتنا تمارس عسكريا بشكل قتالي اكثر قوه واكثر عنف. فعندنا ده وده وده. انا بقى في البدايه الطفل الصغير او الراجل الكبير، من الاخر الاسره كلها وانت رايحين النادي مع بعض، ممكن الاسره كلها تلعب رياضه الكيك بوكسنج. بس جوه كل واحد هدفه ايه والمدرب بيمشيه ازاي. ده الاساس بالنسبه للرياضه بتاعتنا بشكل عام. ده لو العيله كلها مارست الكيك بوكس ده هيقطعوا بعض لما يرجعوا البيت، وخصوصا لو في حاجه في النفسيه مش ظابطه بين الزوج لا والله حضرتك نقدر نقول ان الرياضه دي بتخلي النفس افضل. هو بص بقى التفصيله دي فعلا ملفته جدا للنظر يا كابتن صبيح. يعني دايما بتلاقي الابطال وخصوصا ابطال العالم في الرياضات القتاليه او في الملاكمه او في كذا، دايما بتلاقيهم اهدى خلق الله واطيب خلق الله، وعندهم ثبات انفعالي مش طبيعي، وعندهم مساحه كبيره جدا للتسامح. حقيقي. يعني انت ماشي في الشارع، ايه العلاقه دي؟ يعني هل دي بتبقى جايه او نابعه من الثقه بالنفس وعارف قدراته وعارف ممكن يعمل ايه في اللي قصاده فبيكبر دماغه؟ انا ماشي بعربيتي في الشارع وحد بيضايقني، فاحساسي بقى انا هثبت لمراتي ان انا جامد وهنزل اتخانق معاه، او ان انا هي عارفه وانا واثق في نفسي ان انا قادر اعمل الموقف، لكن انا بعفي عنه لان انا فعلا قوي. ده الامر، احساسي بالخوف فبيخليني عايز اثبت ان انا اقوى او ان انا فعلا اقوى. مش محتاج يا عم ربنا يسهل لك، يا عم شكرا، يا عم شتمتني شكرا ودورت وشي ومشيت في الشارع التاني. ادام الامر ما وصلش لحد حد بيتهجم عليا او حد بيأذيني، ادام ما وصلش لدرجه الايذاء خلاص اقدر اسامح. حصلت لك في الحياه الشخصيه اي حاجه استخدمت فيها قدراتك الكيك بوكسيه؟ بص، اخر حاجه للممارسين الالعاب القتاليه والكيك بوكسنج، اخر حاجه بيلجأ لها العنف. اخر حاجه. بس ساعات الامر ما يخلاش، ساعات القدر يعني بيحط لك الموقف على حجرك كده، بتبقى مضطر فعلا تشتبك معاه. بص، احنا في مبدأ ديني بيقول ايه؟ ان المؤمن دون دينه وماله وعرضه. يعني لو حد جه على مالي او عرضي، هي دي الامر اللي ممكن تدخل فيه، لكن غير كده الامر اكثر يعني ممكن كلمه حلوه، ادفع بالتي هي احسن. الله يا اخي شكرا. اهو اللي حضرتك بتقوله ده كمان بيثبت فكرك، يعني ان فعلا في تقويم للنفس، مش بس للحاله النفسيه والمزاجيه والثقه بالنفس، لا النفس نفسها بتتقوم بشكل كبير جدا من خلال ممارسه رياضه من النوع ده. حقيقه الحمد لله. عايز انقل مع حضرتك الحوار معلش قوي لنقطه مهمه قوي. احنا عندنا حدثين كبار جايين، واحد منهم بكره، بطوله الجمهوريه هنختار منها لاعيبه منتخب مصر بعد بكره ان شاء الله. بكره الميزان بعد بكره ان شاء الله، اللي هي بطوله الجمهوريه العموم. وعندي واحنا اتكلمنا عن الحدث اللي احنا عملناه بطوله افريقيا وده الانجاز الكبير، اتكلمنا عن انتشار اللعبه في مصر. الحمد لله عندنا بطوله افريقيا لرياضه الصامبو، احد فروع الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، هتتعمل على ارض مصر بدعم من الاتحاد الدولي للصامبو ان شاء الله. انا بعلن عنها من خلال حضرتك. بتعلن يا ابو كباتن، انت مش تعرف الناس ايه رياضه الصامبو دي مبدئيا عشان ناخد فكره حتى معاك. رياضه الصامبو رياضه روسيه الاصل. اوكي. نشأت في قتاليه، هي قتاليه اصلا. نشأت في البدايه في الجيوش الروسيه، كانوا بيستخدمها الجيش الاحمر في الدفاع، في تعليم ولاده الدفاع عن نفسهم في المواقف المختلفه. اوكي. ولكنها مع العصر الحديث اتحولت لرياضه وبقى ليها شكلين بس. احنا كيك بوكسنج اشكال كتير. شكلين، شكل اسمه سامبو سبورتيف وسامبو كومباكت. السبورت وفي شكل عسكري. ده اخر حاجه برضه. السبورتيف وكومباكت. السبورتيف رياضه فيها الاسقاط ارضا شبه الجودو والمصارعه، بدله جودو وبيتلعب فيها مصارعه وجودو مع بعض. والنقاط بتتحسب بنفس بالرميات. اوكي. وفي جزء اخر كومباكت اشبه بالام ام اي، ولكنه ليه تاصيل تاريخي، في ضرب بالايد والرجل والكوع والركبه والدماغ والمصارعه والتثبيت الارض. مش غير نبوت وكل حاجه. من اقوى الالعاب في العالم، ولكنها تدار بسيفتي عالي. اوكي. وبتحكيم قوي. دي فيها بطوله بقى قريب هتتعمل في بطوله افريقيا ليها في مصر ان شاء الله في 28 29 30 31 7 بدعم الاتحاد الدولي ان شاء الله. مشارك فيها 15 دوله افريقيه، واحنا جاهزين بيها تنظيميا وكوادر هتشارك. هنا بقى ده اعلاننا. ان شاء الله الفتره الجايه هتشهد بطوله جمهوريه لاختيار عناصر اللي هتمثل مصر. وهيبقى في اكتر من تصفيات، وهيبقى في مجموعه معسكرات عشان من هنا لحد شهر 7 اللي هو الوقت القصير ده ولادنا يجهزوا بشكل مناسب، بحيث ان احنا نحط رجلينا على الطريق الصحيح في المنافسه دي باذن الله.
احنا الحمد لله طبعا غير رياضه عندنا دورات للام ام اي، عندنا دورات مختلفه للكيك بوكسنج. احنا بنحاول ننشر رياضه الكيك بوكسنج بفروعها باقوى شكل ممكن في الفتره الجايه في مصر ان شاء الله. ودي دعوه يعني انا عارف الناس كتير بتحب قناه الاهلي وبتحب تسمع حضرتك. ربنا يعزك. وانا ببقى سعيد وانا جاي لك. ربنا يخليك، احنا ده شرف لينا وجودك حقيقه والله. ربنا يخليك. وانا جاي مع استاذ كريم انا حاسس ان عارف ان بتشوف الناس اكتر. الله يخليك. احنا بندعي كل محبين الرياضه الدفاع عن النفس في مصر، عشان مصر بشكل خاص، وكل اب عنده ابن عايز يلعب رياضه تعالى جرب رياضه الكيك بوكسنج. هتلاقي فيها قد ايه تظبيط لنفسيته، تظبيط لجسمه، ممكن تلاقي فيها لو في بطل في بيتك انت مش عارفه احنا ممكن نوصله للطريق السليم. في البطوله هنا الرياضه بتاعتنا بقت موجوده في كل مركز شباب وكل نادي وجوه كل جيم خاص. الرياضه بتاعتنا مش محتاجه امكانيات كبيره، الرياضه بتاعتنا انتشرت في كريمه المجتمع، موجوده بشكل كبير والناس حابينها، وفي المستويات البسيطه في المجتمع المصري الاولاد حابينها. بقى في اعلام بدا يهتم بيها زي البرامج التلفزيونيه والافلام، وفي افلام خاصه برياضه الكيك بوكسنج، في قنوات كامله بره بتتابع ده للناس اللي بتحب ده سينمائيا من قديم الازل من ايام بروسلي ومن قبل منه كمان. الافلام اللي فيها النوع ده من الرياضات العنيفه والقتاليه دايما بتلاقي الاستحسان وليها جمهور عريض جدا من المشاهدين. مستر كريم قال لي انه كمان يعني شخصيات مهمه في المجتمع احنا بنحبها، يحب يجيب ابنه جدا. استاذ نهاوند قبل كده في حلقه تحب تتمرن، احنا حابين. بلاش نهاوند يا استاذ، هتدور فينا الضرب مش من مصلحتنا ولا انا ولا اسره العمل بالكامل. حضرتك نورتنا وشرفتنا وبنتمنى لك كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله موفقين في كل البطولات اللي جايه. كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج كان منورنا في هذه الفقره. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل.